السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنىكم تكونوا بالف خير ان شاء الله. مهم كتجربه عندي قديمه في المكياج ومولفه كناخذو يعني عندي فكره على كل حاجه. بالنسبه للبنات اللي كيبغيو ياخذوا المكياج ويكون عندهم تيكون عندهم تخوف منه، جبت لكم المكياج اللي غادي تاخذوا والماركه اللي غادي تاخذوا بثمن مناسب وما شاء الله بدون اضرار للبشره، وكتنفعكم لبشرتكم بزاف. بالنسبه غندوزو للبوماده ديال كوقايه الشمس، هي اللي كنستعمل البشره ديالي ما شاء الله عليها. اقسم بالله العظيم ماشي اشهار او مثلا كندير شي اشهار المنتوج، يعني هذه الفكره حيدوها. انا بغيت غير نشارك معكم هذا الفيديو اللي كنستعمل الوجهي. يعني بزاف ديال البنات اللي كيعلقوا تيقولوا لي شنو الكحول اللي كتستعملي، شنو لوطخي اللي كتستعملي، شنو لي بوماد اللي كتستعملي. وقلت نصور معكم هذا الفيديو نبارطاجيه معكم، ماشي يعني كندير اشهار المنتوج او شي حاجه. اقسم بالله العظيم وربي شاهد عليا، يعني كنشارك معكم جميع اسراري وجميع الحاجات اللي كندير وكنستعمل وعطاوني نتيجه اللي زوينه، ونشاركها مع خوتي وخواتاتي باش حتى هما يستافدوا منها. وبزاف ديال البنات كيمشيو للباراميديكال وكيكون تخوف من المنتوج، تيبغيو يشريوه ولكن كيكون تخوف منه. يعني بحال بومادات الشمس كتدخلي كتحيري واش ناخذ هادي واش ناخذ هادي واش ناخذ هادي. بالنسبه انا اللي كنستعمل اخواتاتي هادي، راه عندي ثلاثه منها، راه عندي وحده اخرى عاوتاني في البلاكار. انا هذه هي اللي كنستعمل البشره ديالي. راك شفتوا في الفيديوهات ديالي وجهي كي داير صافي، كتصفي البشره. ما شاء الله عندي وليداتي وكتصفي البشره، يعني ماشي تقولوا مثلا وجهي كيخسر مور الولاده او شي حاجه. نهائيا هذه اللي كنستعمل البشره ديالي ما كيخسر لا وجهك لا والو. بالنسبه للاخوات اللي فيهم الكلف، كتحيد الكلف، كتصفي الوجه من الكلف. كتحيد حب شباب، كتحرق حب شباب، ما كيبقاش الحبوب الرقيق، الحبوب العرق، الاحمرار اللي كيكون في الوجه كتحيدو ما كيبقاش. كتزيد لنا لي كولاجين في البشره، ما شاء الله كتردك صغيره. بالنسبه لهاد لي بوماد هي اللي كنستعمل وجهي، وقليل اللي غادي بارطاجيها معكم وقليل اللي غادي يوريكم المنتوج اللي كيستعمل وخصوصا اللي كيعطيه النتيجه. انا لا، انا عندي الحاجه زوينه كنشاركها مع حبابي، واي حاجه اللي عندي زوينه كنهديها لحبابي باش هما ياخذوها، والثمن ديالها مناسب. وما شاء الله راه كبيره وكضرب حتى العام ونص حتى العامين. فيها ما شاء الله 100 ميلي، يعني فيها بزاف ما شاء الله وكتضرب. وانا ملي تشوفوني الحاجه خديت منها بزاف، الا راه ما شاء الله عليها كتعطي نتائج روعه للبشره. بالنسبه نقول لكم واحد الهضره والله ما تثقوا بيا خواتاتي، مشيت للبحر، اقسم بالله مشيت للبحر وما شاء الله وجهي ما زرق ليا، وجهي ما تزنق ما حتى شي حاجه، يعني بحال ما مشيتش للبحر. كنستعملها قبل ما نمشي لابلاج يعني، وما شاء الله ما بحال ما مشيتيش. يعني كيبقى وجهك كيلمع، كيبقى وجهك صافي، كيبقى وجهك زويون. يعني ما بحال ما مشيتي للبحر لا والو. مثلا ملي تبغي طيبي في الكوزينه كنكونوا مثلا كنطيبوا، راه الوجه كتحرق بالبوطه اكثر من الزنقه. بالنسبه انا نقول لكم واحد الفكره، راه الا كنتو غطيبوا ضروري المسمن او الملوي، او مثلا طيبوا شي حاجه اللي كتشد الوقت في البوطه كالحرشه ولا شي حاجه، ضروري تستعمليها البشره ديالك. راه غير نقطه ما شاء الله كديرها في وجهك راه كتبان، وديما وجهك زويون وديما وجهك صافي وديما وجهك ميدم، يعني ما شاء الله تقولوا دايرين يعني بودر. هي راه ما دايره لا بودر لا والو، ما كتنشف لا وجه لا والو. بالنسبه غتسولوني واش كتليق للبشره الدهنيه او البشره الناشفه، كتليق ليهم بجوج. كالبشره الدهنيه كالبشره اللي ناشفه كتليق ليهم بجوج. وما شاء الله هي كما قلت لكم كتزيد لي كولاجين في البشره، كتزيد لي كولاجين. ويعني شوفوا شحال فيها ديال لي فيتامين، راه فيها بزاف ديال لي فيتامين بزاف. الا جينا نقراوهم راه ما غيساليوش، فيها بزاف ديال لي فيتامين البشره، كتغذي لينا البشره، كتصفي البشره. ما شاء الله زوينه بزاف. كما قلت لكم باش زوين فيها كتليق البشره الناشفه والبشره الدهنيه يعني بجوج. وتا الكميه ديالها راه ما شاء الله فيها بزاف، والثمن ديالها راه بسيط بزاف. يعني ها هي واحد الفكره زدتها لكم في راسكم، خصوصا النساء يعني كيبغيو بزاف يسولوا على هاد الحوايج. هذاك الشيء باش قلت غنبارطاجي معكم هذا الفيديو باش تستافدوا منه ان شاء الله اكثر واكثر. بالنسبه حاجه اخرى مهمه، راه هذه دزناها كيف ما شفتوا، راه جوج منهم ما شاء الله، يعني انا كناخذ منهم لانها عجباتني. راك شوف الفيديوهات ديالي، راه اقسم بالله راه كما كتشوفوا ما عنديش بودر في المكياج ديالي، هادشي اللي كنستعمل. ما عنديش شي بودر، يعني غير هذه كافيه بوحدها، ما ديري لا بودر
لا شي لا فوندوتا لا حتى شي حاجه، هذه بوحدها راه كافيه. كديرها وجهك كيتبدل، كيولي ما شاء الله بيض، التجاعيد كلشي كيتدرج، ومع المده دوك التجاعيد ما كيبقاوش، يعني ما كتبان فيك حتى حاجه. كديرها كيبان وجهك بحال البلاره، ما شاء الله بحال البلاره وجهك. راك شوف الفيديوهات ديالها، رجعوا الفيديوهات اللي تحت وغتشوفوا. راه هي اللي كنستعمل البشره ديالي دائما، معروفه انا بهاد البوماده هذه. وبزاف ديال البنات كنخرج لبرا كيسولوني منين خديتيها، شنو كتستعملي البشره ديالك، شنو كديري لوجهك، ما شاء الله وجهك بيض صافي، يعني شنو كديري ليه؟ ما فيكش تجاعيد، شنو الحبوب شنو كديري ليه؟ ما شاء الله اقسم بالله يعني ماشي فيا داك الغدر او شي حاجه. تنصور تنقول عطيني نمرتك، كناخذ نمرتها كنجي للدار كنصورها وكنصيفط لها في الواتساب، تنقول لها ها اللي كنستعمل. وكنتلاقى مع مره اخرى كتقول يلا تبارك الله يعني راه زوينه. وبالنسبه كيف ما قلت لكم راه الاخوات بزاف كيمشيو للبحر في وقت الصيف، غتمشي للبحر وجهك ما غادي يحمر، ما غادي تحرق، ما غادي تزنق، ما حتى شي حاجه. كيف ما مشيتي وجهك زويون صافي غترجعي بحال هكاك. يعني هذه هي احسن حاجه. غندوزو الصابونه باش كنغسل وجهي. هذه هي الصابونه باش كنغسل وجهي ديال ميركادونا، كيف ما شفتوا هي هذه هي الصابونه باش كنغسل وجهي ديال ميركادونا. هي هذه حتى هي ما شاء الله كتصفي البشره، حتى هي ما شاء الله عليها زوينه. هذا هو الثمن ديالها، يعني ثمن بسيط وكضرب لكم. حتى هي صافي كنديرها في وجهي وكنبقى نحك وجهي بهذه اللي رطبه وكتنقي لينا الوجه ديالنا. هذه هي باش كندير لوجهي، حتى راه كنصور بيدي ما كنصورش اخوتي ب... بالعصا. هذه هي الصابونه اللي كنستعمل البشره ديالي، راه كنصور بيد وكنوريكم بيد. هذه هي الصابونه اللي كنستعمل البشره ديالي، حتى هي كتصفي الوجه، زوينه بزاف، طبيعيه 100% كيف ما شفتوها. هاي راه ما كتبانش لكم في الكاميرا مزيان، طبيعيه هاي 100% مغذيه للبشره وكتصفي لينا البشره. هذه هي الصابونه راه كدير شي قولوا شي 5 اورو. هي هذه 100% كتغدي لينا البشره. هي شفتوها راه دابا بانت في الكاميرا مزيان، 100% كتغدي لينا البشره. بالنسبه هذه الباطه ديالها راه كتباع في ميركادونا كيف ما شفتوا. الباطه ديالها هذه حتى هي خديتها بخمسة، حتى هذه ب5 اورو. هذه ديال البشره حتى هي كتفرك لينا ما شاء الله البشره ديالنا، كتولي البشره كتحمق. وهذه الباطه ديالها كيف ما شفتوا. هذه هي الصابونه اللي كنستعمل البشره ديالي ديال ميركادونا. بالنسبه هذه هي اللي كنستعمل البشره ديالي مثلا الا كانت مثلا شي عراضات، هي غير هذه بوحدها راه كافيه. هذه الا كانت شي عراضه او شي مناسبه او شي حفل او شي حاجه مثلا او شي عرس، هذه اللي كنستعمل البشره ديالي. حتى هي زوينه بزاف، فيها 110 لتحت يعني في البياض ديالها. هذه اللي كنستعمل البشره ديالي، حتى هي زوينه ما شاء الله، سنين وسنين وانا كنستعملها، حتى هي ما شاء الله زوينه. وبالنسبه اللي كندير تحت العينين هذا تا هو ديال ميركادونا. هذا كيف ما شفتوا تا هو راه ديال ميركادونا. هذا اللي كنستعمل في تحت العينين ديالي. او مثلا مثلا انا ما كنستعملوش كاع في الصراحه، بنتي اللي كتستعملو، انا ما كنستعملوش نهائيا. ايوا صافي. بالنسبه للغلوس اللي سولتوني عليه في التعاليق، انا غلوس كنستعمل فمي، كنستعمل هذا خواتاتي. هذا تا هو الثمن ديالو بسيط وثمنه تا هو زوين، تا هو ديال ميركادونا كيف ما شفتوا. هذا اللي كنستعمل كيدير 2 اورو، كيبقى في الوجه 24 ساعه اللي كيبقى لينا في الفم. واخا تبوسي بنتك او شي حاجه ما كيتحيدش نهائيا. او مثلا بغيتي مثلا تخرجي ما كيضيعش، ما كيتمسحش نهائيا، كيبقى لاصق في الفم وكيعطينا واحد اللمعان في الفم. وثمنه كيف ما قلت لكم راه 2 اورو، وراه رخيص بزاف. هذا الكلوس اليومي اللي كنستعمل الفم كيرطب لينا الشنايف وما كيبقاوش هذاك القشور واش هذاك الشيء. هذا اللي كنستعمل من ايام زمان. هو هذا الكلوس عندي كيدير 2 اورو، رخيص وكيبقى 24 ساعه في الفم. بالنسبه غتسولوني اهم حاجه الكحل اللي كنستعمل العينيه.
كنستعمل اخواتاتي هذا راه باقي جديد، راه باقا ما حليتوش، ديال ميركادونا، هو اللي كنستعمل من ايام زمان. دابا نخلي اللي بغات تعرف شي حاجه نكتب لها سميتها في التعاليق، اللي بغات تعرف شنو مثلا شي بوماده ما بانتش في التصوير مزيان او ما بان سميتها مزيان نكتبها لكم وخذوها. بالنسبه للقلم اللي كنستعمل العينيه ما كيضيعش نهائيا، كيبقى لاصق في العينين، هذا هو اللي كنستعمل في عينيا، حتى هو ديال ميركادونا. وبالنسبه لهذا القلم هذا كيف ما قلت لكم اخواتاتي راه كيليق العين الحساسه، كيليق العين الحساسه، العين اللي كتدمع، العين الحساسه، والعينين اللي كيكونوا مثلا كيدمعوا، هذا مزيان ليهم. هذا ما كيديعش واخا تنعسي به، واخا تنعسي به، واخا في الصباح تفيقي ما كيديعش نهائيا، كيبقى لاصق في العينين. وما شاء الله اللي شافتك غتسولك باش كتكحلي عينيك، انا هذا هو باش كنكحل عينيا، هو هذا اللي كنستعمل، هذا الكحل هو اللي كنستعمل، هو اللي كنكحل به العينين ديالي. حتى هو كيف ما قلت لكم زوين بزاف ديال ميركادونا، وحتى الثمن ديالو راه ما غاليش كيف ما شفتوا. هو هذا كيليق العينين الحساسه والعينين اللي كيدمعوا وكيبقى لاصق في العين. راه واخا تمشي للعرس، واخا تمشيتي وراجلك تخرجوا او عراضه او شي حاجه ما كيعشمكش وما كيديرش، والثمن ديالو حتى هو بسيط ديال ميركادونا. راه هادشي المنتوجات ديال ميركادونا. بالنسبه غتسولوني على لوطخي اللي كنستعمل العينيه، احسن لوطخي اللي كنستعمل العينيه هو هذا، حتى هو ديال ميركادونا. واش مكتوبه فيه؟ مكتوبه فيه ديال ميركادونا. هو هذا هو لوطخي اللي كنستعمل العينيه، ما شاء الله تا هو ديال العين الحساسه وديال العينين اللي كيكونوا كيدمعوا، وما شاء الله زوين بزاف. هذا الثمن ديالو كيدير 4 اورو، الثمن ديالو زوين بزاف رخيص، وكيضرب لك عام حتى العام ونص. راه فيه ما شاء الله كميه اللي كبيره بزاف. انا هذا هو اللي كنستعمل العينين ديالي، يعني ما كنستعمل حتى شي منتوج اخر. بالنسبه هادو هما المنتوجات اللي كندير البشره ديالي، واللي كتبتوا لي في التعاليق عافاك اختي شاركي معنا المنتوجات اللي كتستعملي لوجهك. هما هادو اللي كنستعمل لوجهي. هذه البوماده باش كنغسل البشره ديالي، موراها كندير هاد كوقايه من الشمس، ومرطب ومغذي البشره، وكيزيدنا الكولاجين في الوجه، وكيصفي الوجه من التجاعيد ومن الكلف ومن التصبغات ومن البقع السوداء اللي كتكون في الوجه. حتى دوك اللي كيكونوا في النيف ما كيبقاوش، يعني كتبعها غير مده اسبوع كيبان لك الفرق كبير في البشره ديالك. ملي تشوفوني شكرتها لكم بزاف عرفوها راه زوينه بزاف. هذه كتحيد البقع، الكلف، التجاعيد، التصبغات، كترجع البشره ديالك بحال الدراري الصغار، يعني كترجع البشره ديالك رطبه ما شاء الله، رطبه 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 بحال اصاي كديريها كيبان لك وجهك بحال دوك المغنيات، يعني كتعطي لمعان وكتصفي الوجه وكتغذي الوجه. وما شاء الله داومي عليها وغتردي عليا الخبر، وانا عارفك غتشكريني عليها بزاف لانها ما شاء الله عليها ورخيصه وثمنها ما غاليش. وكيف ما قلت لكم كنغسل وجهي بهاد الصابونه، كنفركو بهاد الصابونه ومباشره كندير هاد البوماده كوقايه وكمغذيه للوجه البشره. ويوا صافي، وكندير هاد الكحيله هادي، هاد القلم هذا كحيله كنديرها لعينيا صافي. بصراحه كندير غير الكحل بوحدو لانه ما كيديعش وزوين بزاف. بغيتي تزيدي واحد الاضافه ديري له طخين فوق منه باش كتزيد عاوتاني العينين تيزيدوا مثلا يعطيو اشراقه اكثر. المهم هذا هو الفيديو ديالنا، هذا هو المكياج اللي كنستعمل. وبالنسبه الا استعملتو نتوما غادي يجي معكم. بالنسبه غتقولوا واش كيستعملوه المراه السمراء والبيضاء، كيستعملوه بجوج، يعني تستعملوا حتى المراه اللي كتكون سمراء ماشي مشكل تستعملوا، يعني كيليق الجميع البشره، كيليق الجميع البشره. بالنسبه لهاد الصابونه حتى هي راه رائعه بزاف، راه غير كتسالي كناخذ الاخرى حتى هي ليها دور كبير في البشره، حتى هي كتغذي لنا البشره كتصفيها، وخصوصا طبيعيه 100%، راك شويه كتبينها فيها. وبالنسبه للمنتوجات ديال الميركادونا راه زوينه بزاف. وبالنسبه حتى الاثمنه راه كيف ما قلت لكم 2 اورو 3 اورو، يعني ما غاليينش بزاف وقد تجيب. ومهم هادو هما المنتوجات اللي كنستعمل البشره ديالي كما شفتوا في الفيديوهات ديالي. هذا هو الماكياج اللي كنستعمل، وخصوصا كنستعمل الطبيعي بزاف كالوصفات، يعني كنستعمل بزاف ديال الحوايج.
ما تنساوش البارطاج الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ان شاء الله، باش الافاده والاستفاده توصل للجميع اخواتاتي. ان شاء الله غنبارطاجي معكم فيديوهات اللي غادي ينفعكم بزاف بزاف. وقبلوا لي على هذا الفيديو، وما تنسونيش من تعليق محفز القناه. تفرجتي واحد لايك تشجيع. وشكرا لكم لانكم تبعتوني من الاول حتى الاخر. وكنشكر بزاف ديال الاخوات اللي كتعجبهم قناتي وكيدعموها، كنشكركم بزاف. وكتبوا لي في التعاليق عافاك اختي صوري لنا لي فيديو، صوري لنا لي فيديو. قسما بالله بهذوك التعاليق راه انا كنفرح بزاف بزاف ملي كنشوفكم كتكتبوا لي هكاك وكتشكروني وكتزيدوا تعطوني الطاقه وكتزيدوا تشجعوني اني نزيد اكثر من العطاء. وشكرا لكم لهذا الفيديو. الى اللقاء، الى فيديو جاي ان شاء الله. ومازال الخير ان شاء الله جاي. الى اللقاء.